بيجي لي أسئلة كتير عن الأسهم اللي هتوزع أرباح. إزاي يا باشمهندس أحمد أعرف الأسهم اللي هتوزع أرباح وميعاد التوزيع وتفاصيل التوزيع؟ تمام. فأنا في الفيديو ده إن شاء الله هعرفك كل التفاصيل دي، فما تنساش بقى تصلي على النبي وكمل معايا الفيديو للنهاية. تمام. هسيب لك لينك في وصف الفيديو وهسيبه لك في التعليقات برضه، لينك صندر كلابس. تمام. اللينك ده هيديك توزيع الأرباح خلال الشهر اللي انت فيه وخلال السنة كلها عموما. تمام. يعني انت اول ما تضغط عليه هيفتح على اليوم زي ما انت شايف كده، يوم تاريخ تسجيل الفيديو النهاردة اللي هو 31/8/2023. فتح اهو جاب لك الشهر كله، وكل رقم تحته نقطة كده دون الأيام اللي هيحصل فيها توزيع أرباح. يعني مثلا اللي هو المربع الأسمر ده تاريخ النهاردة 31/8، في توزيع ايه النهاردة؟ هتبص هتنزل تحت كده هتلاقي زهراء المعادي للاستثمار هيوزع 5 قروش للسهم، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية تمام هيوزع 1 جنيه للسهم، والألمونيوم العربية هيوزع نص جنيه للسهم، نص سهم مجانا. تمام. لكل سهم. فانت كده تعرف كل الأسهم أو كل الشركات اللي هتوزع أرباح في اليوم ده. تمام. طب يا باشمهندس أحمد أنا لو عاوز أعرف هيوزع الشهر الجاي، حلو كده. هقولك بسيطة، كل اللي عليك شايف انت رقم 8 ده في جنبه مثلث اهو هتضغط عليه هيجيب لك كل الأشهر خلال السنة. الشهر اللي جاي مثلا شهر سبتمبر، هنضغط على شهر سبتمبر، فتح معاك شهر 9 اهوت. تمام. شهر 9 هيبقى فيه 3 أيام بس هيتم فيهم توزيع أرباح، يوم 13 ويوم 14 ويوم 28. نيجي مثلا على يوم 14، هتنزل تحت كده هتبص هتلاقي الشركات برضو اللي هتوزع أرباح. كده أنا جاوبتك النهاردة على إزاي تعرف الأسهم اللي هتوزع أرباح وميعاد التوزيع بتاعها. تمام. خلال السنة كلها اللي احنا عملناه فوق دون تقدر تعمله خلال السنة كلها. تمام كده. لو انت بقى عاوز تعرف ازاي تستفاد من توزيع الأرباح وأشكال توزيع الأرباح، فده أنا شرحتها في فيديو قبل كده، برضه هسيب لك اللينك بتاعه في وصف الفيديو وفي التعليقات اللي موجودة على الفيديو ده. تمام. ما تنساش بقى تصلي على النبي قبل ما تقفل الفيديو. سلام.